عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل النهاردة مع بعض صينية جلاش بالمكسرات، حاجة كده تحفة. زي ما انتم شايفين لونها من بره حلو جدا ومقرمشة، ومن جوه مورقة وطرية وطعمها حكاية. هقول لكم على السر اللي هيخلي لكم الجلاش مقرمش من بره وطري من جوه، وهيشرب كل الشربات كده اللي هتحطوه له، وهيبقى طعمه حلو جدا. وهقول لك كمان على حاجة، لو زودتيها للحشوة هيبقى الجلاش بتاعك احلى من الجاهز كمان. تابعوا معايا الفيديو لحد الاخر، ما تنسونيش في اللايك والشير لو عجبكم الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، ودعموني بكومنت وقولوا لي ايه رايكم في الوصفه بتاعتي النهارده. وكمان لو لسه مش مشتركين اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الوصفات الجديده. هنسمي الله ويلا نبتدي. احضر الحشوه اللي هحشي بيها الجلاش بتاعي، وهي عباره عن شويه ملفيه كده متكسرين. طبعا الملفيه بيبقى فيه زبده وطعمه غني كده ودسم، وطعمه حلو جدا. لما نحطه في حشوه الجلاش هتشوفوا طعم الجلاش بتاعكم عامل ازاي، احلى من اللي بتشتريه جاهز 100,000 مره. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. وكمان معايا شويه سوداني وجوز الهند. عايزه تضيفي اي مكسرات او زبيب حطي، اي حاجه عندك حطيها. هنجيب بقى شويه من الشربات بتاع الجلاش نفسه، ونحط منه كام معلقه ونقلب الحشوه كويس، عشان لما نيجي ناكل ما تسيبش الجلاش كده وتقع منه وناكله فاضي. لما تحطي الشربات بيفرق جدا مع الحشو. اقدر بقى دلوقتي السمنه اللي هدهن بيها الجلاش، وانا حطيت سمنه بس. تقدري تحطي سمنه على زيت لو تحبي، بس طبعا الزيت لازم يبقى نوع كويس عشان الطعم. هضيف للسمنه بقى بعد ما سيحتها معلقه صغيره من البيكنج باودر. هيفرق جدا معانا في صينيه الجلاش في التوريقات وفي الطعم، وتعتبر كمان ماده حافظه. الجلاش لو قعد عندك يوم او اتنين او تلاته او حتى اسبوع هيبقى بنفس الطعم ونفس القوام، مش هيتغير ابدا. وكمان بتخلي الجلاش بقى من جوه كده مورق وطري وحلو، عمره ما هيعجن ولا هيمسك في بعضه. جربوها ان شاء الله تعجبكم جدا. هقلب كويس بقى ونجيب الصينيه ونبتدي نرص الجلاش بتاعنا. بقى الصينيه اللي هبتدي ارص فيها طبقات الجلاش، وهدهنها كويس جدا بالسمنه. لازم تدهني الصينيه كويس جدا، ما يعني ايه، مش قليل، عشان الجلاش بتاعك ما يلزقش، وفي نفس الوقت ياخد لون حلو من تحت زي من فوق. هدهنها كويس وهجيب لفه الجلاش وهنبتدي بقى نرصه في الصينيه. معايا بقى ورقة الجلاش كده، فتحتها وحطيتها جنبي، وحاولي تسرعي ايدك شوية وانت شغالة، لان الجلاش لما بيتعرض للهواء كتير بينشف. فيا اما تسرعي ايدك يا اما تغطي بالفوطة على ما تظبطي الورق اللي في الصينية. حاولي تجيبي جلاش من مكان يكون عليه سحب، عشان يبقى طازة على طول، ما يبقاش مركون عنده شهر ولا اتنين وتيجي تشتغلي بيه تلاقيه مكسر ومقطع ويغلبك وانت شغالة. هناخد بقى ورقة ورقة كده ونظبطها على مقاس الصينية، ونتني الزيادات وندهن كويس جدا بالسمنة بتاعتنا. عايزة تحطي ورقتين ورقتين وتدهني مفيش مشكلة، بس ما تزوديش عن اتنين. ودهني كويس بين كل ورقة وورقة عشان يبقى مورق كده وطعمه حلو معاكي. هقول لك بقى المقدار بتاع الشربات بتاع الجلاش بيبقى مظبوط، مش خفيف زي بتاع البسبوسه ولا تقيل زي بتاع الكنافه. يعني مقدار الميه هو نفس مقدار السكر، كوبايتين ميه عليهم كوبايتين سكر. اول ما يغلي تعصري نص ليمونه، وبعد 10 دقايق بالظبط هتحطي عليه كيس فانيليا وتطفي وتدخليه بقى التلاجة يبرد او يسقع لحد ما تخلصي شغل في الجلاش. وهو ده الشربات المظبوط بتاع الجلاش. بعد كده خلصت نص لفه الجلاش بنفس الطريقه زي ما شفتوا. هبتدي بقى احط الحشوه بتاعتي. بصوا بقى الحشوه متماسكه، عمرها كده ما حد هيجي ياكل جلاش فالحشوه تقع منه، لان احنا حاطين عليها شربات فمتماسكه بقى كده، وطعمها كمان بيبقى مسكر وحلو جدا. هنحط طبقه كويسه بقى كده من الحشوه، ونرجع نكمل بقيه ورقه الجلاش بتاعتنا. كملت بقى لفة الجلاش كلها بنفس الطريقة، ورقة ورقة، وبظبطها على مقاس الصينية، وبعدين كويس جدا لحد ما خلصت لفة الجلاش كلها. واخر طبقة بقى اللي على الوش حطيت بقية طبق السمنة، وبدهنها كويس جدا عشان تاخد لون حلو معايا. هبتدي بقى اقطع، وهنقول دلوقتي هنقطع ازاي. هقولك على كذا طريقة للتقطيع كلهم احلى من بعض. بس لو وصلتي معايا لحد هنا من الفيديو وناوية تكملي ولسه ما حطيتيش اللايك، حطي لايك وقولي لي ايه رأيك في الوصفة بتاعتي النهاردة. ولو اول مره بتشوفيني اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بينزل باذن الله. هخلص بقى دهن كده الطبقه دي، وهنبتدي بقى نقطع صينيه الجلاش بتاعتنا بشكل حلو كده عشان يبقى الطعم حلو والشكل كمان حلو. انا هقطعها مثلثات زي ما انتم شايفين. هتقطعي الصينيه بالطول، هتقسميها ثلاثه. كل قطعه من الثلاثه دول هتقسميها بقى مثلثات كده زي ما انت شايفه. بس طبعا بتاخد وقت وغلبة شوية، لان وانتي بتقطعي الورق الجلاش بيطلع معاكي في السكينة، فلازم تتعمل وتتقطع بالراحة جدا. انا مسرعة الفيديو على قد ما اقدر عشان ما اطولش عليكم، بس انا كنت بقطع بالراحة جدا. هتقطعي بقى، عايزة تكبري المثلثات صغيرة، عايزة تقطعي مربعات براحتك خالص. المهم تقطعي تقطيع يكون شكلها.
بنفس الطريقة هنقطع الجزء اللي بعده برضو، هتعمليها كده بالطول، وبعدين بقى هتاخديه تقطعي بقى كده ايه، تفضلي تلفي كده في الصينية عشان يديكي شكل المثلث. والشكل ده بيبقى حلو جدا جدا بعد التسوية، بيبقى شكله حلو. لو عايزه تقطعي مدور، عندك مثلا قطاعات مدوره، تقدري تحطي القطاعه وتفرغي حواليها كده بالسكينه، برضو المدور بيبقى شكله جميل جدا، بس عايز طولة بال ووقت اطول شويه. بس في الاخر بيبقى شكله جميل جدا، فالتقطيع على اللي تريحك او بتعرفيه. اخر جزء بقى في الصينيه قطعته بشكل مختلف، عشان لو عايزه تقطعي مثلثات او الشكل التاني ده، الاتنين حلوين جدا. هنقطعه بقى بنفس الطريقه. وطبعا انا شغلت الفرن عشان يسخن، هيدخل فرن سخن على درجه حراره 200 بالظبط 4 دقايق او 5 دقايق، ياخد لون من تحت. هتطفي من تحت، تشغلي الشوايه دقيقتين بالظبط، وخليكي واقفه جنبه، اوعي تروحي بعيد، هياخد لون بسرعه جدا. هيخرج معاكي باللون التحفه اللي انت شايفاه ده، وريحته حلوه جدا. هنعمل ايه بقى عشان الجلاش يبقى طري من جوه ومقرمش من بره، ويفضل محافظ على شكله كده وقوامه حتى لو بات عندك، هيبقى حلو جدا. هنجيب شويه لبن كده في كوبايه، لبن يكون سخن مسخنينه، وهنسقسق كده الجلاش بشويه من اللبن، بس ما تغرقهوش، هنسقسقه بس كده قبل ما نحط الشربات، هيفرق معاكي جدا في الطعم والشكل. بعد ما سقسقناه كده باللبن، سيبناه بس دقيقة كده يعني يشرب اللبن. هنجيب بقى الشربات بتاعنا الساقع من التلاجة، وهنسقي الجلاش، غرقيه بالشربات وشوية، وهيشرب كفايته، وهنصفي بقى الشربات الباقي. ودوقي بقى الجلاش اللي احنا عملناه بتركاته وحركاته، هتاكلي احلى صينية جلاش في الدنيا. يعني هتحسي ان انت كأنك اول مرة تعملي جلاش في حياتك، بجد طعمها هتلاقيه مختلف جدا، وهتبقي عايزة تعمليها كل يوم. ولادك هيطلبوها منك، كل ما تخلص هيطلبوا تاني جلاش، من كتر ما هي حلوة ومختلفة خالص عن اللي بتعمليه. وده شكله من جوه، بصوا بقى هش كده وحلو ومورق ومفرغ، مش مكتوم ومش ماسك في بعضه ولا معجن. وفي نفس الوقت بصوا الحشو وانا بقطع مفيش ولا فتفوته بتقع منها، لان احنا حطينا لها شربات بيخلي طعمها حلو جدا، وكمان عمرها ما هتقع من الجلاش وتاكليه فاضي. جربوه بنفس الطريقه وقولوا لي ايه رايكم. هسيبكم بقى في حفظ الله عشان الفيديو بتاعي خلص. ما تنسوش اللايك، ما تنسوش الاشتراك، ومع الف سلامه.